هو الاهلي مال اللعيبه كلها عايزه تجدد عقدها وعايزه تمدد عقدها وعايزه فيها يا جدعان؟ ده كله عشان زيزو وتريزيجيه جم؟ انا هنا بقى في الحلقه دي هقول لك كل حاجه تخص اللعيبه اللي عايز يجدد واللي عايز يمدد وليه وطلباته ايه وكل حاجه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجزر. قبل ما نبدا الفيديو قبل ما نبدا الفيديو مش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وانت وتدوس لايك كده عشان الفيديو يتشاف كده وربنا يكرمنا يعني. نخش على طول بقى في الحلقه. هنبدا باول لاعب عندنا امام عاشور. امام عاشور عايز يجدد. امام عاشور عايز يمدد عقده مع الاهلي، ما عندوش مشكله، بس طالب ان هو هياخد اعلى واحد في الفرقه. ليه؟ او بمعنى صح هيتساوى بزيزو وتريزيجيه. ليه؟ لان هو شايف ان هو احسن لاعب حاليا في مصر، هو فعلا احسن لاعب حاليا في مصر، فما ينفعش حد ياخد اعلى منه. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه، الطلب الثاني لامام عاشور قال يا جدعان انا عايز عقدي، نكتب بند في العقد ان عقدي يتعدل تلقائي لو حد جه سنه او لو حد جه بعد كده مرتبه اعلى مني ان انا تلقائي اتعدل ابقى زيه من غير اي حاجه. ده الطلب الثاني لامام عاشور. الطلب الثالث ان هو عايز يعمل عقد اعلانات قوي جدا عشان يداري فرق الفلوس اللي معروضه عليه في الخليج والفلوس اللي هياخدها هنا. طب امام عاشور دنيته ايه؟ امام عاشور هو لسه اصلا قدامه من موسمين لثلاثه، لسه قدامه شويه حلوين. يعني هو عايز يمد عقده سنتين تاني، الاهلي عايز يمد له عقده لغايه 2030. فالاهلي عمل سبوت كده قال لك بص وقف موضوع امام عاشور ده لغايه ما نرستق الدنيا. ازاي ادي امام عاشور الارقام دي؟ وفي اصلا مروان عطيه قال لك يا جدعان انا عايز اعدل عقدي. مروان عطيه بياخد 13 مليون، عايز يعدل عقد هو كمان لان هو بيلعب اساسي. طب مصطفى الشوبير قال لك انا بقيت العب اساسي يا جدعان، الشناوي قاعد بقيت العب اساسي وبياخد 4.5 مليون في السنه، بياخد 4.5 مليون. قال لك برضه انا عايز اعدل عقدي. مصطفى شوبير كريم في بقى دول اللي عايزين يعدلوا عقدهم، في بقى اللي هو اصلا عقده يخلص السنه دي اللي احنا فيها. مين عندك؟ اليو ديانج مش عايز يجدد عقده. ليه؟ لان بيقول لك انا هلعب في كاس افريقيا، فهيبدا يجي لي عروض حلوه قوي في شهر واحد، فلا اما الاهلي هيبيعني لا اما هستنى اخر السنه لو جالي عرض حلو واروح حته حلوه بمرتب اعلى. هو كله يا جدعان ده الماده هي اللي بتتكلم، الفلوس اللي بتتكلم. هيجي بقى اخبار يقول لك اصل اليو ديانج بيدور على فرقه يلعب فيها، بيدور على فرقه مش عارف ايه. دي من ضمن اولوياته، بس في حاجه مهمه جدا. هو اليو ديانج في اي فرقه هيلعب اساسي. انا مش عارف هنا الاهلي ليه شويه بيلعبوش لا، بس هو في اي فرقه يلعب اساسي بامانه يعني. لعيب تقيل يشيل لك وسط الملعب وسيب له نص الملعب وامشي، هو هيخلص لك كده. اليو ديانج شايف ان هو في افريقيا لو تألق هيجي له عروض حلوه قوي، فالعروض دي ممكن ساعتها لو هي اعلى ماديا من الاهلي هيمشي، لو مش اعلى ماديا من الاهلي هيجدد عقده مع الاهلي عادي خالص. دي قصه اليو ديانج. طب عندك قصه كريم فؤاد ما عندوش مشكله ان هو يجدد عقده خالص، ما عندوش اي مشكله، وهيجدد عقده في الايام القريبه. هو وكوكا ما عندوش مشكله برضه ان هو يجدد عقده. فدول اهم حاجه دلوقتي بالنسبه للاهلي، ان هم عايزين يجدد عقد للناس اللي هيخلص الموسم بتاعهم، هيخلص عقدهم من السنه دي، بعد كده يبدا يفكر في كل الباقي اللي لسه عايز يمدد عقده. تنساش طبعا رايك، اكتب لي رايك تحت في الكومنتات. هل شايف فعلا هل امام عاشور يستحق ان نمدد عقده بالارقام اللي هو عايزها والطلبات دي بالنسبه لك تمام ولا لا؟ وشايف مين اللي اليو ديانج نجدد له ولا نبيعه من بدري ونستفاد بفلوسه بدل ما يمشي فري؟ اكتب تحت في الكومنت ايه اللي انت شايفه في النادي الاهلي واللي انت حابب ان هو يحصل جوه النادي الاهلي. اكتب تحت في الكومنت. مش طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل حاجه غريبه وعجيبه وهتوصل لك على طول. سلام.